الكمية دي كلها من نص كيلو لحمة مفرومة. عملنا أحلى عرق تريبيانكو أو عرق اللحمة الباردة. عرق اللحمة الاقتصادي باللحمة المفرومة كلف 100 جنيه، هتوفري 300 جنيه وتعملي أحلى عرق لحمة للعزومات والمناسبات، حاجة فخمة وجميلة. وهسيب لك اللينك في أول تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي يا أغلى متابعين ومشاهدين في الدنيا؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنعمل النهارده عرق لحمة سادة، لأن طبعا بيتعمل بحشوات. عرق اللحمة ده يا جماعة بيبقى غالي جدا، لأنه يعتبر أغلى حتة من القطع اللي موجودة في قلب اللحمة. يعني دي أغلى قطعة موجودة في قلب اللحمة، فعشان كده بيبقى غالي. والعرق عادة بيقطع 2 كيلو 2 كيلو ونص، فبيعدي 400 جنيه. فاحنا النهارده هنعمله اقتصادي جدا. هنجيب كده ودي نص كوباية لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، عليها كوباية إلا ربع بقسماط، يبقى نص كوباية لبن عليها كوباية إلا ربع بقسماط، وهقلبها كده. نص كوباية لبن عليها كوباية إلا ربع بقسماط، وهقلبها واسيبها على جنب كده. معايا هنا نص كيلو لحمة، نص كيلو لحمة، ومعايا بصلاية بشرها وعصرها من المية بتاعتها كويس جدا جدا، تمام كده. ومعايا بيضاية، يبقى بصلاية كبيرة يا جماعة، بيضاية ونص كيلو لحمة. ومعايا البهارات ديت: ملح، فلفل، بهارات مشكلة، بابريكا، جنزبيل وقرفة وبيكنج باودر، توم باودر وبصل باودر. جنزبيل، قرفة، بيكنج باودر. البيكنج باودر ده يعني تقدري تقولي تمن معلقة بيكنج باودر صغيرة، وشعرة قرفة صغيرة، شعرة جنزبيل صغيرة، معلقة صغيرة من بتاعة الجيلاتي توم باودر، وزيها بصل باودر وبابريكا، ومعلقة شاي بهارات مشكلة ودي ضرورية جدا، وفلفل وملح. هحطهم كده معايا هنا كده، وهبتدي اعجن كويس جدا جدا. يعني ممكن تقعدي مثلا 10 دقايق تعجني في العجينه دي، علشان لحد ما تبقى ناعمه واللحمه تطلع خيوطها جامد جامد. انا هعجنها واجيلك. هفضل اعجن فيها كده لحد ما خيوط اللحمه بانت في ايدي كده، مش اقل من 10 دقايق، ودي خطوه مهمه جدا. وهحط عليها، بص اللبن شرب البقسماط ازاي، هحط عليها البقسماط وبنفس الكيفيه هعجنها كويس جدا جدا. بص يا ستي، فضلت اعجن فيها حرفيا اكتر من 10 دقايق، وهتلاقي ان البقسماط الاول هيحجر معاكي كده، تفضلي وراه كده، تفضلي لحد ما يتعجن وما يبقالوش معالم، ولا يبقى في معالم للحمه ولا في معالم. بصي الخيوط، بصي اللحمه عملت خيوط ازاي مني، ليه؟ من كتر ما دعكتها. ولو طلع معاكي اي حته بصله، اي حته بقسماط، يا اما تدعكيها بايدك قوي كده، يا اما يا اما تشيليها. بس ادعكيها ما تشيليهاش، لان البقسماط ده هو اللي بيديله الشخصيه وبيخليه متماسك. خلاص كده انا جبت هنا بقى، دهنت الرخامه شويه ميه وحطيت عليها ستريتش اللي هو الفل ده، اللي هو البلاستيك اللي بنستعمله. هجيب كده، شايفه زي ما انت شايفه كده، هجيب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أنا دلوقتي عوزت ده زيت، وهعوز إيدي زيت أو مية، يا زيت يا مية، مفيش مشكلة. لو أنت عايزة تعمليه، بس أنا هقول لك على كل الاحتمالات. لو أنت عايزة تعمليه بحشوات، هو ينفع بحشوات، ممكن تحشيه أو سيدنا محمد بسلة وجزر، ممكن تحشيه جبن، ممكن تحشيه بطاطس مهروسة معمولة كده بحتة زبدة وحتة وكوبايه لبن، تبقى حلوه جدا. لو انت هتحشيه بتعمليه مستطيل كده، انما انا مش هحشيه، انا هعمله رول كده اهو كده. هناخد من الاول بالطريقه دي احسن، علشان الاسترتش يمسك عليها. شايفه كده، تفضلي تضغطي فيه قوي قوي كده، قوي كده اهو كده، ماشي اهو كده. لو انت كمان عندك مكنه ابتدى كبه، خديه وشين كده
عشان يبقى ايه ناعم جدا. بصوا يا حبايبي، فضلت بقى وراه لحد ما فردته كده، واي فتحات اي حاجه كمان ظاهره فيه تشيليها، واي فتحات لازم تسديها، لان لو عمل فجوات، هيبقى ايه، هيبقى مخروم من النص ومش حلو، وشكله مش احلى حاجه. انا هجيب بقى ايه الاسترتش ده كده، ها، انا لفيته العكس، مش لفيته بالعرض، بالطول، علشان يبقى محبوك عليه. وانت بتلفي تضمي قوي كده، تضميه قوي كده كده كده، اضغطي عليه على قد ما تقدري. برضه هعمل الاسترتش من الناحيه الثانيه، يعني مش هكتفي بالايه بالجزء الاسترتش ده، لا، انا كده لفيته بالاسترتش، هفرد استرتش تاني والفه عكسي، وانا بلف اضغط جامد. يعني انا قبل كده اول مره لفيتهولك طول، لفيتهولك ايه طول، المره دي الفه ايه بالعرض. هوريكي دلوقتي معايا اهوت، اهو كده 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 اهو. بسم الله يا بركه، بسم الله يا بركه، بسم الله يا رب، يا بركه بسم الله. اهو شايفه، بصي بضغط بايدي قوي قوي، بضغط بايدي، شايفه كده، عشان ما يبقاش فيه اي فراغات، اي فراغات، شايفه كده اهو. هلبسه برده استرتش تاني، شايفه كده، بعمله زي البونبونيه كده، بس هعمل له استرتش تاني علشان ما فيش ميه تخش له نهائي. اهو الاسترتش معاكي اهوت، خطوه خطوه اهو كده، شايفه اهو. هنجيبها برده كده عشان تبقى ايه العكس برده، عشان تملاها كلها، شايفه اهو كده. تفضلي الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي، اهم حاجه تضغطي عليه قوي قوي كده. وبعدين هنحط ورقتين فويل او فويل، ورقتين ايه فويل، هو اسمه فويل مش فويل يعني. يعني الدوره كل مره تغلطي فيه كده، شايفه كده، كانك بتعملي بونبونايه. الحركه دي بتطردي منها الايه الهواء، بتطردي منها الايه الهواء. شايفه منظره هو كده. عايزه اقول لك ان وانا شغاله فيه ريحته تجنن، ريحته تجنن. لو هتعملي دي طول يبقى المره الجايه يبقى عرض اهو. جامد 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 كده، بكبس بجد، بكبس جامد، شايفه جامد، بكبس كده جامد اهو اهو، شايفه كده، عشان الميه ما تخشش فيه اللي هنسويها ايه فيه. وهنعمله ان شاء الله على البوتاجاز من فوق، ماشي اهو كده. احنا عملناه المره اللي فاتت عرض، هنعمله المره دي طول اهو كده كده، نكبسه كده، شايفه كده اهو كده. ودي تبقى فوق، ولما تيجي تحطي الاولى في الثانيه الفتحه دي تبقى من تحت اهو كده اهو، شايفه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ميه يا حبايبي، قفلت كويس جدا جدا، والحته المفتوحه خليتها من فوق، واللي مفتوحه قبل كده خليتها من تحت، وبضغط كويس قوي قوي. عارفين كده طريقه اللانشون لما نقعد نكبس فيه كده. ولازم تجيبي حاجه، العرق خلاص ده بقى عرق لحمه بيتعمل من التربيانكو يا جماعه، اغلى حته في الذبيحه زي ما قلت لك. لازم تجيبي حاجه كده اهوت يكون العرق مرتاح فيها، يعني مش مكشكش كده، يبقى كده زي ما انت شايفه كده. وكبسناه وخليناه كله، لازم يبقى كله مفيش رفيع وتخين، لازم يبقى كله سوا واحد. هجيب نص ميه كده، انا حاطه ميه سخنه عشان اساعد الفرن. انا كنت اعمله فوق بس بصراحه هو في الفرن احلى اهو. هحط كده ايه، يعني الميه توصل لنص عرق اللحمه، الميه توصل لنص عرق ايه اللحمه، وتدخليه على فرن سخن وتسيبيه بياخد ساعه بس. اثناء ما ايه ما هسوي هقلب. طب ما انت هتجيبي اللي تحت المفتوحه دي فوق، هكون اللحمه خلاص شدت ومسكت بعضها وتحولت لحاجه مطبوخه، ماشي. يبقى انا هدخلها الفرن، ياخد من ساعه لساعه وربع، ماشي. يبقى بعد نص ساعه بالظبط تقلبيها، ماشي. والميه اذا كانت ايه محتاج ميه ايه، ماشي اللي انا بقولها دي. واذا كان محتاجه ميه نديها كل شويه ايه ميه سخنه، ميه سخنه يا جماعه. تديها كل شويه ايه ميه، وتقلبيها على ايه على كل الجهات من ساعه لساعه وربع. كل واحده طبعا عارفه فرنها مقداره ايه وقوته ايه. انا فرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك
حامي جدا، فانا حطيتها ايه على الشبكه، يعني في الوسط يا جماعه، في النص، ودرجه حراره عاليه، وكل شويه هزود ميه لما الميه ايه تنشف. طبعا اما يطلع من الفرن ممنوع نهائي تيجي جنبه الا لما يبرد تماما، يبرد تماما. هنحمره في زبده، وهنحمره في حاجات كده هوريها لك واعرفها لك، زبده مع شويه زيت ذره، وبرده ما يتقطعش الا لما يبرد تاني تماما. والافضل كمان لو انت عندك عزومه تقدري تعمليه قبلها بيوم، بيبقى ممتاز والنتيجه هايله هايله هايله. عايزه اقول لك بقى قصه البقسماط باللبن بقى، ما تحطيش البقسماط على اللبن زي ما انا عملت كده، لا ادلقي البقسماط وادلقي اللبن على اللحمه وكله، لانه كلكع شويه لما سيبته جامد قوي قوي، وخد مني وقت كبير جدا عشان ان انا افرده تاني. خلاص يبقى نحط البقسماط على اللحمه، واللي هو الكيلو كوبايه ربع، ونص كوبايه الايه اللبن، ونعجن كله عشان ما يكلكعش. ايه خد مني وقت كبير قوي قوي على ما رحت خليت التكتلات دي تروح ايه منه. ماشي، اول ما يطلع من الفرن هنشوفه. يا حبايبي انا المفروض ما اجيش جنب العرق، خلاص طلعته، وكل شويه كنت بقلبه واجيبه كده شمال ويمين عشان يستوي. والمفروض ان انا بقى ايه ما اجيش جنبه خالص خالص الا لما يبرد، بس عشان الوقت كمان ازف بيا، فاضطريت ان انا ايه افتحه كده واعريه. طبعا اللهم صل على محمد، لازم يكون اللحمه بتاعت العرق حمرا جدا. انا نسيت اقول لكم ان لازم يبقى لحمه حمراء قوي قوي. طبعا انا فوجئت ان هو نازل منه كميه دهون كبيره قوي. اللهم صل على سيدنا محمد، الجزار ما رضيش يقطع لي لحمه، معرفش ليه، ويفرمها لي، اداني من المفروم اللي عنده اللي جاهز. ودي كانت النتيجه ان العرق كش اهوت، ومنزل كميه دهون شديده قوي. عندك طريقتين بقى، انا هحمره كده على النار من فوق بحته ايه بسمنه ومعلقه زيت نباتي، يا اما تحمريه زي كده ومش هنيجي جنبه لما يبرد برده، لان انا جيت جنبه عشان خلاص الوقت ازف عليا، الساعه دلوقتي داخله على 6 الا. انا دلوقتي هحمره في السمنه قصادك، يا اما تحمريه في السمنه، يا اما اهو كده، يا تحمريه في السمنه، يا اما ايه تدهنيه باربيكيو وتحطيه تحت الشوايه. انا هدهنه لان لقيت فيه تشققات مش هينفع احمره، هدهنه وهحطه في تحت الشوايه. بصوا يا حبايبي، غيرت رايي تاني، مش عارفه غيرت رايي في الفيديو ده كتير قوي. هحطه كده على النار احمره. طبعا التشققات اللي زي دي عشان فتحت عليه ايه سخن، انت المفروض تسيبيه لما يبرد تماما. طبعا انا فتحت عليه واستنيت عليه، فطلع لي ايه التشققات دي. عايزه اقول لك ان ريحته روعه، ريحته روعه. يعني انا بفك وهو بيتعمل في الفرن ريحته حلوه قوي قوي، ريحته روعه فعلا يعني. زي ما انت شايفه كده، اديت له صدمه من كل ناحيه ومن كل جهه، وشكله جميل جدا، ولكن انا استعجلت وفتحت عليه بدري فعمل لي تشققات دي. فانا هنستنى عشان دلوقتي 6 الا، يعني خلاص المغرب اذن، فانا مش هقطعه لما يبرد تماما تماما، حتى لو انا هفطر بعد الايه بعد المغرب هقطعه وابقى اوريهولك.